أسعد الله أوقاتكم. اليوم أني وياكم بتكريت من موقع من المواقع التراثية المهمة. إحنا يم دير قديم وراح ناخذكم جولة تراثية. أبو عمر ويانا. أبو عمر تفضل شوية احكي لنا على الدير. أول مرة تخلي أفضل قطعة شوية بها تعريف. إي دلالة. إي هاي القطعة كالشرزات. إي اللي بيها تفاصيل. هذا طبعا دير مسيحي قديم. إي يعني من الأديرة الكثيرة اللي موجودة في تكريت، لأن تكريت يعني من أوائل المدن بالعراق اللي دخل بها ديانة مسيحية. يعني بعض المصادر يقول إنه 60 ميلادي دخلت الديانة المسيحية، يعني بالقرن الأول. وطبعا كانت تكريت يعني من أهم المدن المسيحية في ذاك العصر. هذا الدير اللي يسمى 5 أصابع كان مدرسة لاهوتية. يعني شنو مدرسة لاهوتية؟ كان يعلمون به تعاليم الديانة المسيحية. اي طبعا هذا الدير، واكو دير اخر على الشط يسموه دير البنات او دير الراهبات. هذا كان خاص بالنساء، ولكن هذا كان خاص بالرجال. طبعا بالداخل اذا تشوفون على شكل صفوف يعني. وهي كانت تبنى بذاك الوقت الحفاظ على البروده وللدفء ايضا يعني. فهذا البناء كان بهالشكل. طبعا هو كان بالصخر، مبني بالحصو. حصى هذا الجلمود، حصى الجلمود والجص. نعم. ممكن استاذ رياض اعتقد حسب خبرتي بسيطه جدا انه هي هاي بالاصل البنايه مرتفعه، مو بهذا الارتفاع. ست سمر الشيخ عرفي لنا نفسه. اهلا وسهلا. انا سمر الشيخ عيسى، ناشطه مدنيه من مدينه تكريت. نعمل بفريق صلاح الدين حضاره التراث عن الموضوعات اللي تخص الاثار والاهتمام بها ومحاوله تسليط الانظار. زين. الدير كملي لنا مبني بالجص. هذه المعلومات صراحه اني ما اقدر ادلي بيها لان اكو من يعني لا انت هسه ما الله يحفظك يعني الله يحفظك. دير قديم، احد الاديره القديمه. اي طبعا. راح اخذكم. احنا هسه بتكريت. احنا هسه بتكريت. المفروض يصير اهتمام اكثر. احد الاديره المسيحيه في مدينه تكريت. هذا يعتبر مثل الصفوف للطلبه. شوفوا يعني بقتها ما سووا تنظيمات في الاسفل. اي يعني هذا المكان تشوفيه. وهذا كان شنو بعضهم حتى ينامون هنا يعني. الطلاب. طلاب. اي يعتبر صفوف. مدرسة داخلية. مدرسة تابعة للدير احتمال هاي. نعم. اي زين. طبعا هاي المنطقة هي كدير كانت خارج حدود المدينة، القلعة يعني لأن تكريت قلعة قديمة. اي والقلعة يحط بها يعني نقول هاي تعتبر تكريت القديمة. نعم. الأديرة عادة تبنى خارج المدن. وهذا كان خارج المدينة بالتأكيد يعني. الدير هو الدير الثاني، لأن حدود المدينة كان سور تكريت. فالأديرة عادة للرهبان يكون أماكن نائية ومنعزلة لغرض النسك والتعبد النساك يكونون هنا بيها. يعني ما يكونون مختلطين ويا الناس. هسه هذا يعتبر من الآثار المسيحية في مدينة تكريت. زين. يحتاج شوية اهتمام، يحتاج إنارة ذكية للي شويه هوايه يحتاج. هوايه يحتاج لها بصراحه، لانه هذا معلم اثري يخص البلد. هذا ما يخص جهه او يخص محافظه معينه. طبعا احنا بدنا نحاول يعني قدر الامكان طيله سنوات انه نلفت الانتباه على هذا الموضوع، لان هاي الاثار اذا حالها هسه بهالشكل بعد 5 سنوات راح تنتهي. طبعا لازم اكو صيانه، لازم اكو رعايه، لازم اكو اناره، اكو طبعا كلها بجهود شخصيه مثل ما تفضلت ام احمد. يعني هاي قطع دلاله هاي بجهود شخصيه، حتى الاناره بجهود شخصيه. جهود شخصيه. نعم. لا ان شاء الله دائره الاثار
وتخصص لها فد مبلغ لإدامة والله هي يعني غير مكلفة، كلها بالجوس يعني بالجوس. لا هي شنو تخصص؟ إنارة، احنا ما راح نقول يعمروها، إنارة، سياج يليق بالمكان التاريخي. ممكن كابينة للحراس. اي يعني ممكن. اكو ناس متعينة حراس اي طيب لو كان اكو كابينة مناسبة اي بيها يعني. احنا هاي مناشدة هم مننا اني مناشدة للجهات المعنية الاهتمام بهذا الأثر اللي يخص مدينة تكريت. أني جيت دا أسوي لكم جولة تعريفية، مو بس هاي، للفرق المهتمة بالتراث من الفرق داخل العراق تفضلوا وزوروا، اكو آثار بتكريت. للموثقين المتابعين إلي من خارج العراق أقول لكم تفضلوا، اكو آثار جميلة في مدينة تكريت تقدرون تزوروها. هذا أيضا تابع الدير. نعم هذا أيضا تابع للدير. شكرا. كانت زهرة زنقنة وياكم مع معلم تراثي، معلم تاريخي مهم. شكرا من تكريت.